التشابه بين الأديان والآرين. كي الآريان أحماض نووية تنقل المعلومات. تشابه بين الأديان والآرين. كي الأديان وكي الآرين نسموهم أحماض نووية، كل منهما يتكون من نيوكليوتيدات وهي وحدات بنائية للحمض النووي. أدنى النيوكليوتيدات تاع الأديان ولا الآرين تتكون من مجموعة من الفوسفات وسكر خماسي وقاعدة أزوتية. وجود 4 أنواع من القواعد الأزوتية كي الأديان كي الآرين. أوجه الاختلاف على مستوى الشكل. نشوف الاختلاف على مستوى الشكل. أن الأديان هو شريط مزدوج من النيوكليوتيدات بينما الآرين هو شريط منفرد. قواعد الأزوتية. عندنا 4 قواعد أزوتية في الأديان. عندنا الأدينين والسيتوزين والجوانين والثايمين. عندنا الآ يتربط مع التي بزوج روابط هيدروجينية وبالسي مع جي ب3 روابط هيدروجينية. أما في الآرين يوجد 4 قواعد أزوتية، لكن لا يوجد الثايمين، بل يوجد البديل عنه هو اليوراسيل. اليوراسيل موجود في الآرين والثايمين غير موجود في الآرين. نوع السكر الخماسي. نوع السكر الخماسي في الأديان من اسمه ديزوكسيريبونيوكليير، معناها سكر منقوص الأكسجين. أما في الآرين نوع السكر الخماسي هو سكر خماسي. الطول بين الأديان والآرين. الأديان أطول من الآرين لأنه يحتوي على آلاف المورثات، والآرين يحتوي على مورثة واحدة. تضاعف الأديان له القدرة على نسخ نفسه، أما الآرين ليس له القدرة على التضاعف. مكان تواجد الأديان يوجد في نواة الخلية، ويمكن أن يتواجد في الميتوكوندري والبلاستيد. أما أن الآرين يتركب داخل النواة ثم ينتقل من النواة إلى هيول الخلية في كامل الصفات الوراثية للكائنات الحية. أما الآرين يوجد 3 أنواع. الآرين M والذي يحمل الشفرة الوراثية إلى الريبوزومات، والآرين R الذي يساهم في بناء الريبوزومات، والآرين T المسؤول عن نقل الأحماض الأمينية أثناء الترجمة وتركيب بروتين.